تعرف الإمارات بخاصة دبي بأنها حاضرة التسوق والتجارة في العالم، غير أن الحقيقة دائما لها أكثر من جانب. فالبلد الذي تحول فجأة من صحراء جرداء إلى ناطحات سحاب ومنتجعات كان لها تحول ونمو في أشياء أخرى غير العمران والبناء. فأبناء آل نهيان باتوا أعضاء في نوادي الروتاري والليونز والأنرويل الماسونية، وهي الذراع الخفي للصهيونية. أرادوا لبلدهم كل خير، ترف ومتعة وله، أو 10 ملايين لتر من الخمر سنويا. تلك مفردات المشهد في دبي وشوارعها، غير أن لهم إرادة أخرى حين يتعلق الأمر بشعوب المنطقة. فالإمارات التي يعلن وزير خارجيتها أن إسرائيل مرحب بها على كل الأصعدة لم يكن لها مواقف تذكر مع الفلسطينيين سوى تسهيل اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح، حين قام ضاحي خلفان قائد شرطة دبي بالتغطية على عملية الاغتيال كهدية لأصدقائه الصهاينة. ثم أتبعوا الفلسطينيين بطرد السوريين من أراضيهم ورفضوا تجديد الإقامة لهم بعد الثورة السورية. وعلى الصعيد الأمني استضافت الإمارات ضباط أمن الدولة المصريين عقب ثورة يناير حتى تستطيع أن تدير الثورة المضادة من خلالهم. ثم أصبحت الإمارات المقر الإقليمي لأجهزة المخابرات الأمريكية والأوروبية بعد سقوط مبارك. لم تكن الإمارات غائبة عن القلاقل في العالم العربي والإسلامي، فدحلان من فلسطين وشفيق من مصر ورضا ضراب من تركيا، أسماء لها أدوارها فيما يحدث من تدمير لمستقبل بلدانهم، وهم الضيوف الدائمون في الإمارات. أما أموال الإمارات فلا تنفقها إلا فيما يصب في عكس صالح العرب والمسلمين، فتلك 100 مليار دعما لأمريكا في أزمتها المالية، وهذه 7 مليارات لدعم حرب فرنسا على مسلمي مالي حتى لا يصل الإسلاميون فيها للحكم. هناك الكثير من الدول ساعدتنا في هذا المجال، طائرات للنقل لتقديم الإمدادات ومساعدات أخرى، وبالطبع فإن الإمارات العربية المتحدة و400 مليون دولار قرضا لصربيا التي قامت بمجازر ضد مسلمي البوسنة، وأكثر من 3 مليارات كانت تنفقها سنويا على مبارك ونظامه. وما أكد ذلك أن الإمارات هددت بقطعها بعد الثورة، ثم قامت بقطعها تماما بعد وصول الرئيس محمد مرسي للحكم. ثم تزعمت الإمارات قيادة تحالف خليجي صهيوني أمريكي بالتعاون مع فلول مبارك والعسكر لتنفيذ انقلاب دموي أنفقت عليه ما يربو على 40 مليار دولار، أطاح بمشروع الديمقراطية في مصر وخلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمصابين والمعتقلين والمفقودين. أنا بقول كل دولة لوحدها عشان نحييها لوحدها، لأن بصراحة الموقف العربي سواء كان من السعودية أو دولة الإمارات، فما إن أصبح السيسي قائد الانقلاب مهترئا كالملابس المستعملة التي أرسلوها له ولحاشيته إلا وأمروه بألا يترشح للرئاسة. وفي ملف الحريات لم يسلم الإماراتيون أنفسهم من بطش الأسرة الحاكمة، حيث أسقطت الإمارات الجنسية عن عدد من العلماء والدعاة مثل إبراهيم المرزوقي وحسين الجابري وغيرهم. لكن عقاب السماء كان سريعا، إذ أعلنت تركيا عن فضيحة جنسية لضاحي خلفان وضباط من المخابرات الإماراتية وكبار مسؤولين تم تصويرهم. أكملت الإمارات قهرها للمصريين فاعتقلت أطباء ومهندسين وعمالا مصريين بدعوى انتمائهم للأخوان، وحكمت عليهم أحكاما قاسية، ثم قامت بترحيل كل من تشك في انتمائه الإسلامي. انشغال الإمارات بالشأن الخارجي ألهاها عن شأنها الداخلي، وهو ما دفع ببعض النشطاء أن يطلقوا حملات للسخرية من هذا التناقض. حبايبنا في الإمارات عاملين حملة لجمع التبرعات لمصر، احنا مش عارفين نشكرهم ازاي، بس هم عندهم مشكلة أكبر من الفلوس. ايران محتلة عندهم 3 جزر. يا جماعة إيران محتلة عندهم 3 جزر. 3 جزر. هنبعت لهم رجالة يحرروا أراضيهم. فجزر محتلة وجرائم ترتكب على أرضها والفواحش على رأس طرقاتها والزنا مرخص بفنادقها.
وفضائح جنسية تطارد ضباط مخابراتها وعلى رأسهم ضاحي خلفان. ذلك ما يميز الإدارة الإماراتية. فهل اتعظوا من المثل المصري الذي يقول: من كان بيته من زجاج؟